السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة كيتو تونسية في باريس. كيف ما تشوفوا تبارك الله معناتها شيء يدوخ من الأول نبدأ لكم. بصراحة خممت إنه نعمل حاجات بالشوكولاتة، حاجات بدون فرن، وسهلة وغير مكلفة. من الآخر نخليكم على الفيديو من غير ما نحرق الفيلم. تبعوني لآخر الفيديو باش تشوفوا كل المراحل وكل النصائح اللي باش نعطيها لكم. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Keto Tunsi à Paris. Donc aujourd'hui, je partage avec vous la recette des assortiments de chocolat. Vous savez tous qu'on prépare des gâteaux pour la fête de l'Aïd. Et donc j'ai pensé à ces assortiments. On va découvrir ensemble les ingrédients et vous allez voir que c'est très simple et très facile à faire. باهي نبداو. خديت كوب من الفول السوداني أي كاكاوية، ورحيتها كيف ما شفتوا القوام متاعها كيفاش يولي. وخديت باش نستعمل الحليب المكثف اللي هبطت لكم الفيديو متاعه قبل الفيديو هذه. وهذا باقي البسكويت متاع الزوزة، والا تنجموا تعملوا اي بسكويت يعني. في الوصفة هذه تنجموا راهو تعملها بكلها بسكويت مع حليب مكثف، والا تعملها كلها كاكاوية مع حليب مكثف، يعني لكم الاختيار، معناتها حرية الاختيار. تنجموا تلعبوا بالمكونات لعب. باهي. رحيت البسكويت متاعي. كيما قلت لكم تنجموا تحضروا البسكويت بوصفة أخرى، راهو مش بالضرورة متاع الزوزة. زدت هوني الكاكاوية اللي رحيتها، الفول السوداني اللي رحيته. بالنسبة للبسكويت حكيت كوب إلا ربع هكا. وأضفت بالعين ملعقة من الحليب المكثف هكا. وخلطهم. زدت فوالا زدت ظرف من الستيفيا. كنت خايفة من الحلاوة، بما انه صايمة ما نجمش نذوق، فخفت لا يكون ناقص حلاوة. ونخلط المكونات الكل متاعي. ردوا بالكم راهو معناتها كيف تجيو تحطوا حتى الحليب المكثف، خلطوا مكوناتكم قبل وبعدين شوفوا هل هو يستحق حليب مكثف والا لا. وراهو ماهوش ضروري الحليب المكثف، نجموا تعملوا بلاش، نجموا تعملوا زبدة الفول السوداني مع مثلا بسكويت، والا زبدة الفول السوداني وحدها، والا زبدة الفول السوداني مع الكاكاو، والا مع الشوكولاته. تصرفوا معناها. انا حبيت نعطيكم بركه فكره متاع اشكال تنجموا انتم تتفننوا فيهم. نبداو بالشكل الاول، الشكل متاع الخمسه. باهي، خديت القالب متاعي متاع السيليكون، ونفس الحكايه لكم حريه الاختيار، تنجموا تاخذوا اي قالب عندكم في الدار، مش بالضروره لازم يكون خمسه. حطيت الشوكولاته متاعي. به بالنسبه للشوكولاته عندي نصيحه لكم كيف تذوبوها. أنا عندي ميزان الحرارة ذاك، حاسيلو الحرارة توصل لل50 هكا. نوقف عملية الذوبان متاعها ونخليه يبرد حتى لين يوصل ل28 درجة. سينو نتوما شنو تخليوه حتى لين يولي دافي، يعني كي تمسوه بصبعكم ما يكونش سخون برشا، فهمتوا؟ به. بعد ما حطيته في القالب، حطيته في الثلاجة برد. ومن بعد أخذت العجينة متاعي، وكيف ما تعرفوا وكيف ما تشوفوا يا ربي، قعدت هكا معناتها حطيتهم في القالب فوق الشوكولاتة ورصفتهم بالباهي. من بعد خديت الشوكولاتة متاعي مرة أخرى وحطيتها فوق العجينة، ونعملوا ضربات صغيرة حتى لين تتوزع الشوكولاتة فوق يعني فوق المساحة كاملة متاع العجينة. وندخلها للثلاجة تبرد حتى لين تتجمد شوية. ومن بعد كيف ما شفتوا نحيو الطويبة متاعنا متاع الشوكولاتة، نحيوه بشوية نسيسوهم. شوفوا تبارك الله محلاها، شكل مزيان برشا بصراحة. نتصور ما اسهلش من هكا. ولهنايا كان حبيت هكا نزيد اضافة هكا متاع لون، حطيت لون ذهبي فوق منها. تنجموا تخليوها كيف ما هي راهو.
وهكا كملنا النوع الأول متاع الحلو متاعنا. نتعداو للنوع الثاني. هما كعابر شوكولاتة على بزو معناه. باهي اش عملت أول حاجة، جاتني الفكرة اللي نعمل الدخلاني القلب متاع الكعابر متاعي بلون والبراني بنفس اللون. فأخذت شوية من الفستق وشوية من اللوز. هوني ضفت لون وردي للوز متاعي، لأنه كنت محضرة ديجا جوز هند كنت ملونته بالكركديه، تو تشوفوه من بعد. فاخترت انه نعمل اللون الوردي معناتها نضيفه للوز متاعي، ويكون القلب الداخلاني لونه وردي. باهي خديت هوني من شوية من الحليب المكثف، كيف ما شفتوا قوامه ثقيل شوية. ارجعوا للفيديو متاع الحليب المكثف تو تفهموا كيفاش تتحصلوا على هالقوام هذا. هوني قعدت نخلط كما شفتوا في اللوز مع ردوا بالكم راهو كي تزيدوا الملون تزيدوا قطرة صغيرة وخلطوا، ومن بعد اللون يظهر لكم مليح، فهمتوا؟ هوني حسيتها جاتني سايلة شوية، فازتها شوية فستق. حسيلو تلعبوا بالعجينة كما تحبوا في الاخر. من بعد نحطوهم في الثلاجة شوية حتى لين يعني تتماسك العجينة. وتوا باش تشوفوني عملت كويرات صغار بالعين، ما وزنتهمش الحق متاع ربي، ولا شكلت متاع الزوزة متاع الفستق وحدهم ومتاع اللوز وحدهم. ونبداو توكيل نتعداو لعملية الفاسوناج، معناتها باش نوريكم كيفاش عملت لي بول متاعي الكويرات. دونك حليت طرحت شوية من العجينة. الكويرات حضرتهم قبل سابقا، راهو كل كويرة فيها يمكن حكاية 12 جرام 15 جرام يمكن. نطرحها حاسيلو ونحط في وسط الكويرة الصغيرة هيكي. بيهوني ننصحكم انه اللي عملتوهم بالفستق تحطوهم على جنب، واللي باش تعملوهم باللوز الوردي تحطوهم على جنب اخر، حتى لين لما انتم تجيو تغطسوهم في الشوكولاتة كيف ما راح تشوفوني نعمل، ما تتلخبطش عندكم الامور. ولا توا نحطهم في الشوكولاتة، نغطسهم في الشوكولاتة، ومن بعد نغطسهم هذاك جوز هند مبشور ملونته بالكركديه. هذا كان اختياري، انا عملتها عندي برشا الحكايه هذه. تنجموا تاخذوا جوز هند وتلونوه بملون وردي، يعني نفس الملون اللي استعملوه للقلب متاع الكعابر، مش بالضرورة يعني الكركديه. أنا حبيت نجرب وعجبتني بصراحة عجبتني الفكرة، ووصلت هكا على نفس المنوال بالنسبة للكعابر الكل. هوني خديت فوالا هذه مثلا القلب متاعها باش يكون فستق، دونك زينتها بالفستق من برا. وهكا نتعداو للحلو متاعنا الثالث، النوع الثالث. ولهنا عندكم مفاجأة كبرى. حاسيلو باش نوريكم اني خديت القالب هذايا، بصراحة قالب ياسر مزيان ومضخم. عبيته بالشوكولاتة متاعي كيف ما تشوفوا. من بعد كما شفتوا هكايا نعدي الشوكولاتة يعني في الليزون الكل اللي في القالب، ومن بعد نحي الماكسيموم منه. عديته بعتيلي في الثلاجة، حطيته في الثلاجة يبرد، يجمد بلوتو، يشيح. من بعد عاود حطيت طبقة ثانية من الشوكولا. يعني نعملوا نفس الطريقة متاع المرة الأولى، نوزعوا في كل مكان الشوكولاتة، ومن بعد نحيو نزيلوا معناتها هيك الفائض الكل متاع الشوكولاتة، ونعديوها على الثلاجة تبرد معنا. من بعد نحط فيها الكويرات العجينة متاعنا اللي حضرناها في الأول. من بعد حطيت الشوكولاتة فوق منها، ودخلتها للثلاجة مرة أخرى حتى لين تتماسك معايا. المفاجأة، جيت باش نحي الشوكولاتة متاعي، فشوفوا النتيجة. بالرغم راني كنت عملتهم قبل، لكن بنوعية شوكولاتة ما كانتش يعني من غير سكر.
تحصلت على قطعة واحدة صراحة. نهارتها يعني تأزمت شوية لأنه حبيت أتحصل على معناتها على القطع الكل اللي عملتهم، ولا على الأقل شطر الكمية. لكن الحمد لله، الحمد لله كمان لأن تحصلت على قطعة واحدة. هذيك زينت لي الصحن متاعي في الآخر. شو عملت وقتها؟ قلت لازمني اللي قعد لي هذاك اللي خسرته ما نخسروش. فحطيته في إناء وذوبته على حمام مائي كيف ما تشوفوا. وخذيت قالب آخر وحطيت الخليط متاعي في القالب هذاك. اني استعملت الكيس الحلواني هذايا معناتها البوشادوي خاطر اسهل بصراحه في معناتها انك باش تحط الخليط متاعك اسهل من المغرفه. ومن بعد نطبط بوم كيف ما تشوفوا هكا حتى لين يتوزع لي الخليط معناتها بطريقه متساويه. ونحطوه بالثلاجه حتى لين يتماسك معايا. وشوفوا النتيجه ما شاء الله. يعني سبحان الله انطلقت على أساس باش نعمل نوع من الشوكولاتة. فرصت لي عملت نوع آخر وبصراحة ما جو الغوغريت با في الآخر. هوني خديت هاك النسلي اللي حضرته حليب المكثف متاعي اللي حضرته بالشوكولاتة اللي باش تلقاوه في الفيديو في خانة الوصف كيف ما شفتوا. يعني هذاك الحليب المكثف وزدته الشوكولاتة توابع ولا الكاكاو. وزينت بيه الحلوى متاعي، الحلو متاعي هذا القالب متاع الشوكولاتة. وتنجموا تحطوا اللي تحبوا عليها، تنجموا تحطوا الكراميل، تنجموا تحطوا حليب مكثف عادي اما يكون خاثر شوية، تنجموا تحطوا معجون. وحطيت فوق منه بخليني كيتو زادة نهبط لكم الوصفة متاعه قريبا ان شاء الله من بعد العيدة. تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه في الاخر. لكم حرية الاختيار في التزيين. وهذه كانت النتيجة. وبصراحة جات بنينة برشا. نودكم ولا نشهيكم مرة أخرى وكيف ما شفتوا بعجينة واحدة شنو عملت أنواع. يا رب إن شاء الله تكون الفيديو هذه عجبتكم برشا ونستنى تطبيقاتكم على الانستغرام ولا تحت الفيديو هذه في الكومنت. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. وتابعوني زاد على الانستغرام لأنه عندي برشا وصفات مزيانة غادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.